هذا زيدان الى بيكهام مرة ثانية ينقلها الى زيدان يحاول يبحث عن حل ممتاز للغاية، وتسديدة يا ريتها اكتملت. ولاحظ التحية والتشجيع لأنها لمسة فنية جميلة. شوف مرة ثانية، شوف الإبداع يأتي في كل لحظة من اللحظات. زيدان يتقدم ويا ريتها اكتملت. سدد زيدان والكرة إلى خارج. الحقيقة فكرتها حلوة في سرعتها ولكنها تصل إلى حارس المرمى كازياس. الآن ريال يقود هجوم على طول الى زيدان يتقدم وهجوم خطير هذه المره لصالح ريال، والتسديده بالقدم اليمنى من روبرتو كارلوس، النجاح مستمر له. وهذا ايفان هلغيرا والكره السريعه ملعوبه جهه يا سلام زيدان يقود هذا الهجوم. الكره تلعب جول ريال من رونالدو. والهدف الأول. الكرة مثل مغناطيس زيدان اللي يحول الكرة على طول، ورونالدو يسجل الهدف الأول في المباراة. إذا أتى الهدف الأول بواسطة الفتى الذهبي دائما اللي هو رونالدو. لكن لاحظ المغناطيس، لاحظ المغناطيس، وين المغناطيس على الكرة والكنترول، ولا أروع، واللمسة القبل الأخيرة ولا أروع إلى رونالدو. ورونالدو لاحظ كيف يعشق الكرة، كيف يتلاعب بالكرة، كيف ينقل الكرة. زيدان الفنان دائما، وهذه المرة إلى رونالدو، ورونالدو يسجل الهدف الأول في المباراة. يعني محظوظ بطبيعة الحال. رونالدو المهاجم كبير ولكن هو محظوظ بطبيعة الحال. وطبعا أن يكون لويس فيجو، وأن يكون قبل ذلك طبعا زيدان اللي نشوف الآن كرة مثل الرادس بالضبط، مثل المغناطيس، والمغناطيس كان من زيدان، والكرة في الأخير إلى رونالدو، ورونالدو يتمكن من تسجيل الأخيرة للشوط الأول. طبعا سجل ريال مدريد هدفه الوحيد في المباراة. وهنا دييغو تريستان خرج من أرض الملعب. والكرة سريعة وتبدو أخطر الآن. كرة تنحط في الجول مع نزول باندياني يدرك التعادل لصالح ديبورتيفو لا كورونيا. باندياني يدرك التعادل ويسجل الهدف السابع له على طول. الكرة ملعوبة وتصل على طول إلى باندياني، وباندياني يسجل الهدف الأول لصالح ديبورتيفو لا كورونيا، فيما رونالدو سجل الهدف الأول على أساس يولع المباراة، على أساس يشعل المباراة. لاحظ الكرة على طول وباندياني يسجل الهدف الأول لصالح ديبورتيفو لا كورونيا. طبعا 34 لفالنسيا واليلاقي بيتيس، وكرة انفراد الآن. رونالدو ينفرد وحط الكرة، ولكن في أحضان حارس المرمى مولينا. ينفرد رونالدو ولكن يصدها على طول مولينا. هي مولي رونالدو مولينا على طول يسيطر على الكرة، يتقدم فيها رونالدو، وكاد رونالدو أن يحرز الهدف الثاني له شخصيا في هذه المباراة. صعبة قادمة في المباراة لا شك في ذلك. الكرة تلعب وتوصل إلى روبرتو كارلوس يوصلها إلى زيدان سدد جول. لا ضاعت على زيدان لعبة ولا أجمل ولا أروع من ريال. مرات ومرات يقوم البطل الحقيقة اليوم مولينا. البطل هو مولينا. شوف مرة ثانية
شوف مرة ثانية، لا شك المرة كرة زيدان، لاحظها مرة ثانية من رونالدو إلى زيدان عمل حركته وتقدم، ولكن لعبها وصدها على طول حارس المرمى موريال اللي شاهدناه بشكل أفضل، بالذات في هذه المباراة في الشوط الأول والشوط الأول من مباراة برشلونة. الكرة ملعوبة لصالح زيدان يرجع الكرة مرة ثانية إلى روبرتو كارلوس، تنحط في الجول، راؤول لريال. زيدان روبرتو كارلوس زيدان روبرتو كارلوس وراؤول لريال في الجول الثاني يأتي لصالح ريال في الدقيقة 40 على الشوط الثاني. ما شوف مرة ثانية، شوف الكرة اللي تلعب يتابعها على طول من روبرتو كارلوس إلى راؤول لكن الأولى من زيدان والثانية من روبرتو كارلوس والثالثة من وراؤول يأتي بالهدف الثاني لصالح ريال مدريد. يأتي الهدف الثاني، انطلاقة وراؤول يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد. تراجع، وشوف روبرتو كارلوس يعني لا تراجع، هذا فريق لن يتوقف عن الهجوم إلا كرة اللعب وتصل إلى بيكم يعني تراجع ريال مدريد في الشوط الثاني من المباراة، والآن في صراع كبير الحقيقة ما بين بيكم ولاعب ديبورتيفو لاكورونيا، واشتباك، يعني كل الأمور كانت لغاية الدقيقة الأخيرة من المباراة كل الأمور جيدة، واشتراك الآن ما بين اسكالوني وديفيد بيكهام. حديث كبير لا شك الآن ما بين هذه ولكن اللاعبين الكبار موجودين، اللاعبين اللي يتدخلون مباشرة، اللاعبين اللي يحتوون الموقف مباشرة موجودين من زيدان، موجودين من روبرتو كارلوس، حتى ديفيد بيكهام نفسه. الآن انذار إلى اللاعبين الاثنين، ويبدو أن كل شيء يعني يتوقف الآن. ليش؟ المباراة فيه لاعب كبار كما ذكرت قادرين على احتواء مثل هذه المواقف. شوف مرة ثانية، لا والله لا عليك يا بيكهام، والثانية عليك يا سكالوني، وتدخل روبرتو كارلوس لفك الاشتباه، وصرنا الآن في مصارعة حرة وليست مباراة كرة قدم الثواني اللي شاهدناها قبل قليل. لحظات حرجة في المباراة، بالتالي إلى ضربة حرة أو إلى رمية تماس لصالح ريال مدريد. راؤول يتقدم ويفكر ويلعب جول. لا ايضا مرة ثانية مقطوعة، وتوصل مرة ثانية على طول مولينا. لولا مولينا لكان بالفعل مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، لولا مولينا لكان مرمى مولينا مليان بالاهداف. خلاص يا ديبورتيفو لاكورونيا، خلاص النقاط إلى ريال مدريد والفوز إلى ريال مدريد، والثلاث نقاط والصدارة لريال مدريد. وحديث غير ودي الحقيقة ما بين بيكهام واسكالوني، يعني حدث في ملعب أولد ترافورد في مانشستر يوم كان ديفيد بيكهام لاعب بايرن ميونخ مع طبعا دوشر الأرجنتيني يتكرر الآن، ولكن هذه المرة مع اسكالوني كل شيء ينتهي الآن، والصدارة لصالح ريال مدريد وفوز بهدفين مقابل هدف واحد في هذه المباراة التي حملت الرقم 34 في تاريخ لقاءات الفريقين في ملعب ساندياغو برنابو. نهاية سعيدة أخرى أيضا لصالح ريال مدريد في ساندياغو برنابو بتحقيق للنقاط التسع الكاملة، ومن على هذا الاستاد على ساندياغو برنابو كانت الثلاث نقاط الأولى من الجار أتلتيكو مدريد، من برشلونة في النقم 3 نقاط إلى 6، واليوم أمام الفريق صاحب المركز الثالث اللي هو ديبورتيفو لاكورونيا النقاط تكتمل إلى 9 نقاط، وريال يحلق عاليا، وريال دائما في صدارة الليغا الأسبانية.